بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب العالمين. تعالوا نشوفوا هنتغدى ايه النهاردة. اهو بصوا في كلمة، بصوا الجمبري التحفة ده. يعني احنا نضفناه وشلنا الحبل الرملي اللي هو بيبقى جواه كده يا حبايبي، اللي من هنا ده. فانا ايه عاملاه معاكم قبل كده، فما حبيتش ايه يعني اطول عليكم. ماشي يا حبايبي، بعد ما بتغسليه غسلة كويسة وبعدين بتقشريه وبتشيلي الحبل الرملي، بتاخدي القشر بتاعه بتسلقيه ببصلة وطماطماية وجزراية وملح وفلفل وجوزة الطيب. عملتي شوربة منه تعملي بيها الصوص اللي احنا هنعمله. طبعا انتوا دلوقتي عرفتوا هناكل ايه. هناكل ايه يا حبايبي؟ هناكل مكرونة بالوايت صوص والجمبري. ماشي يا حبايبي، اللي هو بصوص الابيض. دي مكرونة شرايط مش سباكيتي يا جماعة، دي شرايط اهي، مكرونة شرايط طبعا. والجمبري عندنا بقى هنا ايه المكونات بتاعته: كيلو لبن او حليب عشان حبايبي المغاربة وكده، وده دقيق او طحين برضو، ودي بهارات ملح وفلفل وزعتر وبابريكا وشوية شطة. هو قرن شطة كده هحطه بحاله، وشوية جوزة الطيب، وده فلفل الوان وجزر مقطعاه، ودي تومة بالبهارات، تومة مبهرة بالفلفل والملح بستعملها في اي حاجة يعني. وطبعا بالوايت صوص يعني ايه جبن. دي يا حبايبي زبدة بسيحها على النار واحط لها زيت من الحلو يا حبايبي، وبطبخ بيه اي حاجة. يعني تحطي ازازة زيت من الحلوة وقلب زبدة كيلو وتسيحيهم على بعض، تخليه عندك في التلاجة تطبخي بيه، تعملي رز، تقلي بيضة او بيض، او تحمري فراخ، او تحمري لحمة، او تحمري كفتة، فبتنفع في كل حاجة. طبعا زائد الرز لا يعلى عليه، والمكرونة. فانا بريح دماغي وبعمل العملة دي اللي بتعمل كده تقولي و... وهنبدأ الأكلة بقى بتاعتنا. طبعا المية غلت اهي، وهنسقط ايه المكرونة. هو ده كيلو مكرونة يا حبايبي، عشان احنا هنا بنحبها حتى لو باتت بناكلها يعني. ماشي، احنا كده ما كسرتهاش، انا حطيتها هي هتنزل دلوقتي. طبعا المية فيها ملح، وانا حطيت فيها شوية زيت حلوين كده زي ما انتوا شايفين، عشان خاطر ما تمسكش ببعضها. احنا عايزينها ايه مفرفرة. شايفين؟ بقول لكم الزيت مهم جدا يعني في الوصفة دي ما تسلقي عشان ما تمسكش ببعضها والدوخ، لان دي شرايط كمان مش سباكيتي، دي شرايط. بس يا حبايبي هنسلقها 3/4 سوا، مش هنهريها يعني، طبعا انتوا فاهمين. وهو احنا معاها كده لحد ما تتسلق وتبقى 100 100. طبعا اللي بيحب الأكلة دي شباب عموما يعني، الشباب اللي بتحب الأكلة دي. تلاقي الناس الكبار يعني ما أولهم أنا يعني ماليش في الجبن الكتير كده والحاجات الدسمة دي ماليش فيها يعني. امين يا حبايبي. بصوا بقى هنا في الحلة دي هنعمل ايه. حطينا اللي هي الزبدة على زيت دي، مريحة دماغك، بدل ما تحطي معلقة من هنا ومعلقة من هنا وحبة من هنا، لا انت كده ايه وانجزتي في وقتك وفكرة حلوة وجميلة هتعجبك. جربيها وهتعجبك، اللي هي الزبدة بالسمن. طبعا حطيت معلقة من هنا وحطيت شوية التوم اللي وريتهم لكم المبهرين، عليهم كل البهارات وخل ومش عارفة ايه، انا كنت عاملاه معاكم قبل كده. تحطي منه على البتنجان، على البابا غنوج، على اي خلطة انت عايزة تعمليه. انا دلوقتي هديله ايه، بصوا الجمبري ده لو انا حطيته وقلبته هينزل المية اللي فيه، فاهمين؟ فلازم احطه كده وافرده كده في الحلة عشان خاطر ياخد الصدمة. فلما ياخد الصدمة دي تقلبيه عادي. فانا هسيبه
بصوا مش بقلبه، انا بسويه بس، يعني اللي هي مش طايله النار، بزقها كده بس اسيبها، مش هقلبه. هبصوا بقى هو دلوقتي خلاص نشفت كده. تقلبي بقى عادي، ما تقلقيش منه، يطلع جوسي وجميل جميل جميل وطري كده. ما تيجي تحت لسانك يعني او سنانك يعني، هتلاقيها طعمها خطير، لان المية محتفظة بيها جوه، فبيبقى طري وحاجة عظيمة جدا. ف يعني اللي عايزة تقطع الجمبري، هو يعني مش صغير قوي مش كبير. اللي عايزة تقطعه قطع صغيرة تقطعه عادي يعني. انتي ممكن تجيبي نص، تجيبي اكتر، يعني براحتك، وتعملي بيه الاكلة دي. ممكن تقطعي الواحدة بالنص. احنا الحقيقة سيبناه بحاله كده، وكل واحدة تعمل اللي هي ايه اسرتها بتحبه. طبعا حطيت البهارات، بص قرن الفلفل المشطشط ده حطيته بحاله عشان ايه ما يحمش، وبعد كده نشيله او يتهرى في البتاع، مش هيعمل حاجة. لو اتهرى مش هيعمل حاجة برضو، هو واحد بس، فهو هيديها بس ايه، هيديها يعني حميان بسيط كده، احسن من الشطة المطحونة وتتحط منك كتير ويطلع حامي، عشان اللي عندها اطفال تستبعده طبعا. حطينا بقى الخضار اهو زي ما انتوا شايفين، وقلبناه معاه، سيبناه شوية، وبعدين انا ايه بطلعه. ليه بقى بطلعه؟ لان انا عايزة الصوص بتاعه ده اكمل عليه الحاجات. انا فضيته اهو خلاص كده. الصوص الجميل ده بتاع مع التوم والزبدة والحاجات دي، حطيت انا ده كيلو لبن، فانا هفوض زي كوباية كده او حاجة، حطهم عشان لو دقيق عمل معايا تخن ابقى عندي. وطبعا عندي شوربة، عندي شوربة من بتاعة الجمبري يا جماعة، ماشي، بتبقى جميلة برضو حلوة. ممكن الشوربة دي يا حبيبتي تعملي عليها ملوخية. شوربة الجمبري بتبقى تحفة تحفة تحفة، يعني فوق التحفة كمان. بصوا بقى الصوص البشاميل كده حلو، لقيته عايز، حطيت طبعا اللبن، وحطيت كوباية شوربة. وطبعا الشوربة متبهرة زي ما قال لكم، وبصل وطماطم وجزر و... ومسلوقة، ومسلوق كويس قوي، وملح وفلفل وجوز الطيب، وبتتصفى وبتستعمليها عادي بقى في اي حاجة. ان شاء الله عايزة تشربيها كده اشربيها. فالجبنة بقى الميكس دي، حاطين جبنة كده في الصوص عشان هما ايه بيحبوها كده، بيحبوها دسمة كده ومليانة جبن. ده لسه هنحط تاني فوق الوش زي ما انتوا شايفين كده. هي مجرد ما هتحطي البتاع ده الجبنة هي بتسيح. انا هحط شوية خفاف كده، هي مش هتلزق ولا حاجة. هحط شوية خفاف كده يعني في القاع يعني من تحت. وهنحط ايه، ولا دهنتها ولا حاجة، ما دهنتش حاجة انا. وهنحط المكرونة طبعا متصفية وتمام. هنحط بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده، مفرفرة وتحفة. لو في حاجة شابكة ببعضها سلكيها، هو ما فيش الحقيقة، بسيط قوي، واحدة كده ولا حاجة ماشي، تفكيها من بعض عادي عشان دي شرايط. حطي بقى الجمال ده كله، والله يعني مش قادرة اقولك على الجمال بتاعها حقيقي. يعني انا ماليش في الحاجات الدسمة دي وكده، لكن حقيقي عجبتني والله. جربوها وان شاء الله هتعجبكم باذن الله. بصوا مفرفره ازاي، بصوا انا بوريها لكم عشان ما حدش يعمل المكرونه الشرايط لازقه ببعض. بصوا الزيت بتلمع من الزيت اهي. هنجيب عليها الخلطه بقى بتاعت الجمبري. احنا شلنا كام واحده جمبري كده عشان نزوق بيها نجرنش يعني من فوق. فحطينا بقى دي هنلخبطها بقى، مش هنحط راق وراق وكده، لا هي تبقى ملخبطه بقى وبالصوص بتاعها التحفه ده، وتقلبيها بقى كويس جدا زي ما احنا شايفين كده.
بس بعد كده هنجيب البشاميل او الصوص الابيض، وصوص هو صوص هو جبن يعني مليان جبنة. الصوص الابيض ده ممكن تقلبيها برضو على بعض كده، وبعدين هي بتنزل يعني، مش احنا مش بنعمل صينية مكرونة وبشاميل يعني وكده، لا عادي قلبيها ببعضها عادي مفيش مشكلة. احنا بس نسوي عشان ما يبقاش حتة فيها وحتة ما فيهاش، فانتي تاخدي من هنا على يعني من اللي فيها على اللي ما فيهاش زي ما احنا فاهمين كده طبعا. يا حبايبي انتوا شطار وحبايب قلبي طبعا. لو وصلتي معايا لحد دلوقتي هنا ما تنسينيش بقى في اللايك والشير والدعوة الحلوة بظهر الغيب، هي دي اللي بتوصل وهي دي اللي بتقعد لي والله العظيم يا جماعة والله. بصوا بقى الجبن بقى، يلا بقى جبنة تركي او رومي وجبنة موزاريلا وجبنة شيدر، اللي موجود عندك. حطي اي حاجة، حتى مثلثات لو عايزة حطي، ما بتقولش لا حطي. هي اساسا بتتعمل بميكس الجبن يعني. بصوا بقى الجمال والحلاوة، شايفين عاملة ازاي؟ وما تطلعيها بقى طرية كده، الوش مقرمش ومن جوه طرية، وعايزة تاكلي منها. بقولك انا اكلت منها وانا مش ماليش في الاكلات الدسمة، والله عجبتني جدا بجد يعني. انا بعملها لحبايبي وولادي وحبايبي. واو، الله على الجمال. اهي هنغرف بقى كده وهنشوفها مع بعض. برضو قلت اغرفها لكم برضو. اهي بصي بصي بصي، حتى بتطلع البتاع. بصي الجبن سايحة وبتاع، هي بس سخنة انا مش عارفة امسكها. مش عارفة امسكها والله خالص. بس انا حطيتها بقى، وده الجمبري اللي شوية اللي شلناهم يعني من فوق عشان نجمل بيهم يعني كده. هي بصي يعني احنا كنا بنصور بالعافية عايزين ناكل بقى. بس يا حبايبي لو عجبتكم ما تبخلوش عليا باللايك والشير عشان ينفع غيرك يستفاد منه. وربنا يخليكم ليا ويديمكم في حياتي يا رب، ما تحرمش منكم ابدا ولا من دعواتكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.